ننتقل إلى الحرف الذي بعدها وهو حرف الواو. قال رحمه الله: للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. للشفتين الواو، انظروا إلى مخرج الواو بارك الله فيكم. هذا الذي أمامنا هو مخرج الواو، أو تخرج من بين الشفتين بانضمامهما إلى الأمام. لاحظوا ماذا كتب: مخرج الواو غير المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع أقصى اللسان. انتبهنا كيف؟ ارتفاع قلنا من غير تقعر لوسطه، فهذا لا يؤدي إلى التفخيم. قالوا أو و وي. ومكتوب أيضا في اللوحة: وتقدم سبب التفريق بينها، يعني بين الواو غير المادية وبين الواو المادية. قلنا بأن، يا ريت الكاميرا ترجع لعندي، قلنا بأن هذا التفريق بين الواو المادية والواو غير المادية سببه الخليل بن أحمد رحمه الله، هكذا تبدى له رحمه الله أن الواو المادية من الجوف، وقلنا بأن الجوف هو الفراغ الذي يملأ الحلق والفم. بينما الواو قال رحمه الله الخليل الواو غير المادية تكون من الشفتين، هكذا قال. ولكن عمليا لو تأملنا نطقنا، هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا إلا بضم الشفتين إلى الأمام سواء كانت مادية أو غير مادية؟ هل يستطيع إنسان أن ينطق واوا من الشفتين دون إعمال للوترين الصوتيين؟ أليست الواو مجهورة؟ وي. لو وضعنا يدنا هنا وي، لابد من عمل الوترين، بمعنى أن التجويف الفموي فيه صوت، والتوضع هذا الانضمام للشفتين أيضا، مجموع هذا كله يشكل حرف الواو. لذلك الخليل من بعد الخليل ابن أحمد رحمه الله وهو سيبويه، ومن جاء بعد سيبويه كقطرب والجرمي والفراء، كل هؤلاء العلماء الكبار الأفذاذ من علماء اللغة لم يتكلموا عن الجوف أبدا، وقالوا الألف من أقصى الحلق مثل الهمزة والهاء، والواو المادية من مخرج الواو غير المادية من الشفتين، والياء المادية من مخرج الياء غير المادية من وسط اللسان، وليس عندهم في المخارج شيء اسمه الجوف. حاولنا نحن أن نوفق بين هؤلاء العلماء بأن قلنا كما سيأتي معنا بأن الواو المادية العمل فيها أكثر للتجويف الفموي، سواء كان التجويف الحلق والتجويف الفم مجموعهما. نعم هناك انضمام، لكن العمل الأكثر لهنا، فلذلك كأن الواو المادية يعني يقال من الجوف لغلبة جزء الجوف يغلب، بينما لما نقول وي فإن جزء الشفتين هو الذي يغلب. هذه محاولة للتوفيق بين أقوال الأئمة، وإلا فمهما كان وضع الواو مادية كانت أو غير مادية لا بد من عمل الوترين الصوتيين لأنها مجهورة، لا بد من انضمام الشفتين إلى الأمام، فلا تشغلوا بالكم بهذه المسألة أكثر مما تستحق. لو انتقلنا إلى اللوحة التي بعدها، قال رحمه الله: للشفتين الواو باء. انظروا إلى اللوحة التي تبين مخرج الباء، فالباء تخرج من الشفتين أب با بو بي بانطباق الشفتين على بعضهما، وللباء صفات سيأتي ذكرها إن شاء الله عند كلامنا على صفات الحروف. للشفتين الواو باء أب با. لاحظوا بأن اللسان في وضع الراحة بارك الله فيكم، انظروا إلى اللسان عند نطق الباء، اللسان في وضع الراحة، لا عمل للسان أبدا عند نطق الباء لأنها حرف شفوي. ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو قول الجزري: للشفتين الواو باء ميم. هذا الذي نراه أمامنا مخرج الميم، فالميم تخرج كما نرى على اللوحة بانطباق الشفتين أم، ويصاحب ذلك غنة من الخيشوم. لو أخذنا اللوحة التي بعدها، سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل، ولاحظوا بأنه قد مثل الآن أمامنا بأسهم حمراء. إذن لما يقول الواحد منا
أم وتصطدم شفتاه العليا والسفلى فينحبس الصوت خلف الشفتين، وعبر عن ذلك بالأسهم الحمراء، فلا يعود بعد ذلك يمر من جهة الشفتين صوت أبدا ويتحول إلى الخيشوم. لو أخذنا اللوحة التي بعدها نرى وسموا يعني العلماء الجزء الخيشومي النصف المكمل، لأنه يكمل النصف الشفوي للميم، وعبر عنه بأسهم زرقاء كما نرى أمامنا على اللوحة. أم أم أم. هل لاحظتم هذا الصوت الأنفي الذي يمر من خلال الأنف؟ إذن مجموع هذين العملين، تصادم الشفتين ومرور الغنة من الخيشوم، مجموع ذلك يشكل لنا حرف الميم. أم، ما، مو، مي، فدائما الميم فيها غنة كما رأينا ذلك.